السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معكم منار وأكل بيت على قد الإيد. النهاردة عملنا الكبسة باللحمة. زي ما قدامكم كده الشوربة البنات كانوا عايزين كبابي، كان في سلمى هتموت وأعمل لها كباب فعملت لها كباب جنبها. الكباب باللحمه طبعا انا عامله لكم فيديو فيها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. ويلا بينا نشوف الكبسه اتعملت ازاي. اول حاجه كده غلينا الميه، اول حاجه لازم نغلي الميه يا حبايبي، وبعدين بدانا نحط اللحمه فيها. وبعد ما تغلي لازم نقش الريم من عندها، وملحوظه كده عشان اللحمه تستوي بسرعه. قش الريم تبعها وخلاها نضيفه خالص ما فيهاش اي ريم. وبعد كده هتحطي بقى، اديني بقش الريم اهوت. نرجع بقى نحط بقى الايه، الحبهان والمستكه، الورق اللورا، اي بهارات بقى عندك حابه تحطيها حطيها يا حبيبتي. بدات كده ان انا بقى اشيلها من على العين الكبيره بعد ما غلت، وحطيت كل البهارات تبعها زي ما قدام كده. هنقلها بقى على العين الصغيرة، وحطيت البصل والطماطم بقى عشان تدي لون اصفر كده خفيف كده، وننقلها على العين الصغيرة علشان تستوي براحتها، ومش هتاخد سوا كتير وتستوي بسرعة. تمام. دي حركة مهمة جدا عشان اللحمة. طبعا احنا عاملين مع بعضنا رز المبهر قبل كده، وعاملين الكبسة بالفراخ قبل كده، وعاملين حاجات كتيرة قبل كده. وبدأت كده بعد ما استوت حطينا الملح والفلفل. بصوا، اهم حاجه على نار هاديه على العين الصغيره هتطلعوا احلى لحمه مسويه. جبت بقى كده البصل، شويه بصلتين كده حلوين، قرون فلفل حار، شويه جزر لان انا عندي بناتي بيموتوا في الكبسه فيها جزر. ولو عنده خضار تاني حطيه، كوسه، تنجان، بتبقى جميله او طعمها جميل. بس احنا اكتفينا بالجزر والبصل. بدات ان انا اشوحه كده تشويحه كده جميله، يعني ما نحمرهوش. معانا لومي ومعانا قرنفل بقى ومعانا ورق لورا وشويه قرفه بقى. ما عنديش قرفه بقى ايه، مصحها، انا عندي قرفه ناعمه. وادي القرفه الناعمه وشويه ملح وشويه فلفل وشويه بهارات مشكله بقى. هنبدا نشوحهم كده اديهم تحميصه حلوه كده جميله على النار، عشان بيخلوا التيست عالي والتيست جميل جدا والطعم روعه. بدات ان انا اخد شوربه كده واجيب المصفى اصفيها بعد ما اشوحوا، وبدات ان انا احطهم. وجبت حوالي 3 معالق صلصه حطيتهم. لو ما عندكش صلصه اعملي طماطمايه فريش مكعبات وحطيها. وادي الرز يكون منقوع ساعه يا حبايبي، منقوع قبلها بفتره. وبدات كده ان انا اغلي غلت كده بقى حوالي 5 دقايق، وبدات ان انا اجيب الرز صفيته وحطيته كده عليها، وبدات ان انا اقلبها كده واسيبها بقى. جبت شويه شوربه وحطيت فيهم معلقه كركم اصفر، واحطهم بقى اقلبهم كده، وعملت فتحات في الرز وبعضه علشان احط الخلطه الجميله اللي معايا ديت بينها، عشان تكون حبايه صفرة، حبايه صفرة، حبايه بيضه، حبايه الرز طبعا. ولو عندك زعفران عادي حطي، بيخليها جميله وريحتها جميل. وبدات ان انا اسيبها بقى وهدى عليها النار لحد بقى ايه، لحد ما تستوي الرز ما يستوي. وجبت اللحمه وعملت شويه معلقه طماطم عليها فلفل وبهارات وشويه زيت، ودهنت اللحمه وادخلها بقى تحت الشوايه في الفرن، علشان احنا مش عايزين نستهلك زيت ويبقى اللحمه فيها دهون ونحمر في زيت. لا، دي افضل حاجه للفراخ او اللحمه. وندخلها تحت الشوايه تتحمر وتطلع بقى بالمنظر اللي قدامكم الجميل ده. وادي الرز قدامكم ما شاء الله مفرفر وجميل، وريحته ما اقولكوش، ريحته روعه وجميله، وشكل الجزر فيه جميل جدا ما شاء الله. جبت القارب بقى وغرفت بقى الرز قدامكم كده، شايفين منظر الرز جميل جدا والريحه جميله قوي ما شاء الله. وبدات ان انا هغرف كده وارص اللحمه كده عليه. وجبت شويه زبيب حطيتهم كده في معلقتين زيت وشوحتهم كده يا دوبك اتنفخوا حاجه بسيطه، وبدات ان انا ارصهم. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، ده شكل الاكل يا حبايبي. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. ان شاء الله هحط لكم فيديو الكبابي في صندوق الوصف علشان تشوفوه يا حبايبي. وهقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.